السلام عليكم. الفيديو ده بعنوان متغلطش غلطتي في ثانويه عامه. هقول لكم الفيديو ده على شويه غلطات عملتها في ثانويه عامه، وجايه اقول لكم ايه الصح المفروض ان احنا نعمله، وشويه نصايح لثانويه عامه. فتابعوا الفيديو للاخر عشان كل نصيحه بجد هتفرق معاكم جامد. اول حاجه، ما تستعجلش تبدا بدري، وخد كفايتك من الاجازه. اعمل في الاجازه حاجات انت حاببها، سافر، اعمل اي حاجه انت حاببها، لان السنه طويله جدا ومحتاجه نفس طويل واستمراريه. فخد كفايتك من الاجازه واعمل فيها كل اللي انت عايزه. تاني نقطة، أهم حاجة تتعلمها في الأجازة قبل ثانوية عامة، وكمان لو استمريت عليها في ثانوية عامة هتفرق معاك جدا، وهي تنظيم الوقت. دي لازم تتعلمها وتكون عارف كويس وقتك بتستهلكه في ايه، لان لما تيجي ان شاء الله تدخل ثانويه عامه هتنظم وقتك كويس، وهتعرف انت وقتك كويس بتستهلكه في ايه. وان شاء الله لو نظمت وقتك كويس جدا هتعرف تخلص كل اللي وراك، وممكن كمان مثلا تدخل هوايه، مثلا انك تنزل الجيم او تمارس اي هوايه انت حاببها. تالت حاجة، ودي مشكلة كانت بتواجه بجد طلاب الثانويه عامه وانا كنت منهم، ان هو ما بيعرفش ازاي ينظم نومه بشكل كويس. فاقول لكم على كام نصيحه كده ممكن تعملهم ان شاء الله النوم بتاعك يتظبط. اول نقطه، ما تشربش كافيين حوالي مثلا قبل النوم ب 8 ل 7 ساعات. تاني حاجه، حط ساعه محدده للنوم. انت مثلا هتنام في الوقت كذا، الساعة 1 مثلا، وتصحى مثلا الساعة 7 او 6. بعد ما تعمل كده لفترة طويلة هتسيستم مخك ان انت خلاص انت عارف الساعة 1 تيجي خلاص انت هتنام، الساعة مثلا 7 تيجي خلاص ده الوقت ان انت هتصحى فيه. وبعد فترة طويلة من الاستمرارية انت اصلا بتصحى من غير منبه. تالت حاجة، اشرب مية بشكل كافي. طول ما انت بتذاكر حط ازازة مية جنبك، دي مخصصة مثلا الهوا ليك، حطها على المكتب بتاعك. طول ما انت بتذاكر اشرب مية. رابع حاجة، خلي المنبه بعيد عنك، واول ما المنبه تسمعه بيرن قوم على طول، ما تدوس على سنوز اللي هو ان انت هتنام 10 دقايق مثلا او دقيقتين وتصحى تاني، لان انت اصلا لو عملت كده انت اصلا هتصحى بصعوبة. وحاول كمان لو انت مثلا هو بتنام على ضوء خفيف يبقى احسن، عشان ده برضو بيساعد على انك تنام بشكل احسن. فاصحى وتوضى وصلي واعمل لك كده فطار قبل ما تذاكر عشان يساعدك على التركيز. واكتب بقى اللي هو التو دو ليست بتاعتك، انت المفروض هتذاكر ايه، واكتب انت وراك دروس ايه النهارده، وحاول انك تنظم وقتك وتعرف انت هتذاكر قد ايه. رابع حاجه، اختار المدرس المناسب ليك. انت في اول شهر في ثانويه عامه تقريبا بتفضل تجرب وتروح عند كذا مدرس تفضل تجربهم. لو انت مثلا كنت بتذاكر في اولى وتانية فتقريبا انت عارف هتاخد مع مين في تالتة، بس بتيجي في سنه تالتة في بس مدرسين بيدوا في سنه تالتة، فانت بتبقى حابب ان انت تجربهم بقى مع اصحابك وكده، بيفضلوا يقولوك تعالى نروح نجرب المدرس الفلاني وكده، فبتبقى عاوز تروح معاهم. بتجرب المدرس حصتين، لو عرفت ان انت بتفهم منه كويس وخلاص خلاص انت خد معاه، مش تاخد بس مع مدرس لمجرد بس انه مشهور واصحابك بياخدوا معاه. خد مع مدرس بيفهمك كويس وبيعرف انه يجاوب على اسئلتك. خامس حاجه، ما تراكمش. بعد ما تيجي من الدرس مباشره كل وريح حاجه بسيطه، وذاكر اللي انت خدته في اليوم ده، وذاكر اللي خدته النهارده، ما تراكمهوش لليوم التاني. اليوم التاني ممكن مثلا لو انت عليك ضغوطات مثلا في الدروس ممكن تراكم اليوم التاني، لكن برضو مش احسن حاجة، عشان انت لو ما ذاكرتش الدرس في نفس اليوم هتسيب الاسبوع التاني وهيتراكم عليك دروس كتير. واعرف كويس ان انت مثلا في اول شهرين او 3 بتبقى بتاخد حاجات بسيطة، مش لما تيجي مثلا على شهر 1 او شهر 2 بتبقى خدت كمية دروس كتيرة جدا. اعرف ان انت كل ما بتدخل في السنة بتزداد صعوبة وبتزداد كمية الدروس عليك والضغوطات. فاول باول كده ما تراكمش، وراجع كل فتره وفتره عشان ما تنساش اللي انت بتذاكره. وابعد التليفون بشكل نهائي جدا عنك وانت بتذاكر. انت مثلا بتذاكر في اوضه، وحاول انت التليفون يكون بعيد عنك في اوضه تانية. هتقولي بذاكر من عليه، ذاكر من اي حاجه تانية غير التليفون، لان التليفون معروف انه بيشتت، حتى لو انت بتذاكر عليه بيجيلك اي مسج بتدخل عليها خلاص كده تركيزك خلاص اتشتت، وخلاص كده مش هتعرف تكمل اللي انت بتذاكره. وقسم جلسات مذاكرتك، ممكن مثلا هو كل ساعتين تاخد ريست مثلا نص ساعة، او كل 3 ساعات. حاول برضو ان انت متقعدش فترات كبيرة المذاكرة متواصلة او فترات قصيرة جدا. شوف ايه هو المناسب ليك، مثلا هو كل ساعتين ونص ساعة مثلا هو ريست وراحة، بس في الراحة دي انت ما تمسكش التليفون نهائي. ممكن مثلا تتوضى وتصلي فيها، او ممكن تعملك مثلا شاي قهوة اي حاجة، بس المهم ان انت ما تمسكش التليفون فيها. ممكن برضو في الفترة دي انك تتمشى بس في الأوضة. سادس حاجة، عادي انك تغلط، ما تخليش درجة الامتحان تأثر عليك، اذا كان مثلا درجة امتحان جايب فيها درجة كويسة او درجة وحشة. بمعنى ان مثلا لو جايب في درجة امتحان درجة كويسة، انت بقى خلاص انت تكنسل المادة دي وتقول خلاص انا مش مذاكرها مثلا فترة طالما انا كويس فيها. لا، انت ممكن لو عملت كده ممكن مستواك يقع فيه.
اما انسب حل ممكن تعمله، خلاص انت شاطر وافرح بمجهودك انك جبت درجة كويسة، بس حاول تمشي على النمط ده وكمان تجيب درجة اعلى برضو من اللي انت جايبها. اما بقى لو درجة وحشة، هنا افتكر موقف عدى عليا في ثانوية عامة، كنت اول مرة امتحن فيها شامل عربي، فجبت فيه درجة مش احسن حاجة، فقعدت تقريبا اربع ايام مش عاوزة افتح المادة. وده كان اكبر غلط، ان المفروض ان احنا اصلا طالما نقصنا درجات مثلا، احنا الدرجة دي مثلا هو مش عاجبانا في امتحان، خلاص احنا نتعلم من الغلط ده، مش نركن المادة ونقول خلاص احنا مش عاوزين نذاكرها ونقفلها خلاص. لا، احنا المفروض نتعلم من الغلط، لان كل امتحان بيكون فيه اسئلة جديدة، فالمفروض ان احنا نتعلم منها ونشوف فكرة السؤال تبقى عاملة ازاي. واعرف ان درجة الامتحان اللي انت جايبها دلوقتي الوحشة اللي انت شايفها دلوقتي، هي مش مقياس ابدا لدرجة امتحان اخر السنة. لا، انت شد حيلك وان شاء الله تجيب كويس في اخر السنة. سابع حاجة، التليفون هو العائق الاساسي في ثانوية عامة. يا اما تقفله خالص وتفتحه في اخر اليوم، مثلا تشوف مثلا هو الرسائل مثلا هو بتاعت الدروس وكده، او الحاجات مثلا اللي انت عاوز تشوفها منه، او تقفله خالص بقى ومش محتاجه اصلا، وممكن تفتح مثلا ارقام مثلا اللي هو الدروس او الواتساب وكده من تليفون تاني. طالما انت عاوز تستخدم التليفون، يبقى امسح كل مواقع التواصل الاجتماعي. ممكن برضو تستخدم تابلت المدرسة، ده برضو بيبقى مفيد جدا لو انت مثلا عاوز تستخدم منه مثلا يوتيوب او تفتح PDF. تعمل حاجة، ما تعملش علاقتك في ربنا. انت بتذاكر، سمعت الاذان، سيب اللي في ايدك نهائي وقوم اتوضى وصلي، ان لا يبارك الله في عملا يؤخر عن الصلاة. وادعي كتير طول ما انت بتصلي، ادعي كتير بالكلية اللي انت عاوزها، وادعي كتير بانك تجيب اعلى مجاميع، ادعي انك تتفوق وتجيب اعلى مجاميع. مش بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، فادعي بتيقن كده ان شاء الله ربنا يستجيب ويوفقك ان شاء الله. تسع حاجة، ودي فرقت معايا جدا في ثانوية عامة، ان انا اعتبرت كل يوم بداية ان انا احاول مرة جديدة. اي ان امبارح انا ذاكرت قد ايه، او عملت وحش، او ما ذاكرتش مثلا ساعة، او ذاكرت ساعتين، او ذاكرت 10، مش مهم، انا في النهاردة، فانا مفروض ان انا اشوف النهاردة اعمل ايه وادي من احسن من اللي فات. بس المهم وانا بنظم يومي بكتب التو دو ليست، ما احطش مواد فوق طاقتي. يعني انا مثلا هذاكر 3 دروس وعليا درس النهارده، فخطي هتسمحني ان انا هذاكر 3 دروس والدرس. لو مثلا خلصت كل ده وجيت في اخر يوم لسه فاضل لك وقت، ممكن تزود مثلا هو درس او درسين على حسب ما تقدر، لكن ما تحطليش مثلا هو 5 دروس ودرس وتيجي في اخر يوم ما لحقتش تكمل التو دو ليست اللي انت عملتها فتحبط نفسك. 10 حاجه، الثانويه عامه محتاجه نفس طويل. يعني انت تقريبا سمعت اي حد بيقولك ثانويه عامه نفس طويل، يعني طيب انت محتاج نفس طويل في الثانويه عامه. انت في بدايه ثانويه عامه المفروض ان انت تذاكر وما تراكمش وما تعملش اي حاجه. انت تيجي الدرس، تيجي من الدرس تذاكر بس خلاص، تعمل الواجب مثلا على الدرس وخلاص كده شكرا. تيجي اليوم مثلا اللي هو للماده الاسبوع اللي بعديه تذاكر، تعمل اللي عليك مش عارفه ايه وتعمل الواجب. بس بعد ما تخلص كل ده، انت في درس انت خدته من الاسبوع اللي فات، تراجع عليه نبذه بسيطه، لو في مثلا اسئله ممكن تحل عليها عشان تذكرك بالدرس، وهكذا. ده منوال ثابت تمشي عليه في ثانويه عامه. ما تكترش بقى وتبدا بالثانويه طموحك عالي قوي وعندك طاقه رهيبه ان انت تبدا السنه جامد قوي. انت حاول ان تمشي في السنه بمنوال ثابت ومستمر لحد اخر السنه، عشان في ناس كتير بتبدا السنه بمجهود كبير قوي وتيجي في نص السنه، اللي هو في نص السنه التيار بقى بيشتد ومش عارفه ايه، بتبقى المذاكره كتير وبتبقى ضغوطات وكده، فبيكسل بيقع. في ناس كتير العكس، بتبدا الثانويه مش قد كده وتيجي في النص تعمل زياده وتطلع كل ما فيها وتجيب مجاميع عاليه. فانت في الثانويه انت امشي بمعدل ثابت ومستمر، تذاكر، ما تراكمش حاجه، راجع كل فتره لفتره، وان شاء الله ربنا يوفقك ان شاء الله. 11، ما تقارنش نفسك بحد، انت المسؤول الوحيد عن الرحله بتاعتك. ايوه، مهما كان انت عندك صحاب كتير، اتبسط معاهم شويه لوقت محدد، ما تزيدش عن كده. ساعدهم في المذاكره اللي هم محتاجين اي حاجه، بس لوقت محدد، لكن ما يجيش على حساب وقت مذاكرتك وتعبك. انت المسؤول بس عن رحلتك، وانت الوحيد اللي عارف قد ايه هتمر بالصعوبات دي، فانت الوحيد المسؤول عن رحلتك، وانت الراعي وانت الرعيه. النصيحه ال 12، اقفل ودانك عن اي حاجه بتتقال حواليك، مالكش دعوه بقى بالقرارات اللي حواليك بتنزل. مثلا في قرارات كتير بتنزل، اذا كانت شائعات او اذا كان مثلا قرارات حقيقيه، بس اقفل ودانك عشان في قرارات بجد بتنزل وبتشتت الواحد وبتبقى في الاخر ممكن ما بتبقاش صح. واعرف كويس ان اللي هيمشي عليك هيمشي على باقي الدفعه بتاعتك،
فانت مش وحدك في الرحله، لا انت معاك دفعه كامله داخلين كلهم في نفس الظروف وفي نفس اللي هو النظام، فكلكم واحد، بس بتفرق بقى من اجتهاد شخص للتاني. حابه اكد على النقطه دي تاني اللي هي المكافاه، ان انت لازم تكافئ نفسك بمكافاه انت حاببها، لان مهما انت بتذاكر طول الوقت، انت المذاكره هي بتجهد الشخص، فبتحتاج انك تكافئ نفسك، مثلا انك تتوضى وتصلي وتشحن طاقتك. بقى انت محتاج انك تشحن طاقتك بعد ما اجهدت نفسك في المذاكره. بس كده، ودول شويه نصايح بجد هيفيدوكوا جامد قوي لو انتوا استمريتوا عليها في ثانويه عامه، لان بجد انا جمعت كل الخلاصه اللي محتاجينها تعرفوها في ثانويه عامه وتبداوها صح ان شاء الله. واي حد من الدفعات السابقه يا ريت تكتب اي نصيحه للدفعات الجديده، عشان بجد اي نصيحه ممكن تفرق معاهم. وكل التوفيق يا رب للدفعات الجايه ان شاء الله، وربنا يوفقكم ان شاء الله وتنالوا اللي انتوا بتريدوه. واي حد محتاج اي اسئله يكتبها في الكومنت، انا برد على كله ان شاء الله، وبالتوفيق ليكم.